السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ الصحه مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير الامور مزيانه. اليوم القصه ديال اليوم تبارك الله عليها مزيونه بزاف، ومولاتها اسمها سميه. تبارك الله على سميه، كانت مزوجه وعندها وليداتها، وعندها 3 ديال الوليدات. مهم كانت مزوجه مستقره، كتقابل غير وليداتها وكطيب وتعدل الحلوى وتعدل الرغيفات وتعدل الحاجات، يعني مقابله الدويره ديالها. وبحال اللي كتقول هي كانت واحد الانسانه بلديه، يعني داك النسيوات ديال الدار ديال طيب وتوجد، ما كتعرف في الزنقه حتى حاجه، لا خدمه لا فكره ديال انها تخدم او لا انها تعمل شي مشروع بالمره. حتى لواحد النهار تفاجات باللي الراجل ديالها وقع له معاه شي سوء تفاهم. بدا بحال اللي كيقولوا رجعت بالنسبه ليلو زايده ناقصه، وبحال اللي كخصو يشوف واحد الجهه اخرى بحال اللي كيقولوا. المهم ضروا به شي ناس من العائله وزيد وزيد، وخلاوه انه دخل له الفكره ديال انه خصو يزوج بشي وحده اخرى. مي رفضت سميه وقالت له مستحيل انني نقبل هذا الشيء هذا. بدا كيتعامل معها ببروده، وبدا كينقص من المصروف، ما بقاش كيعطيها الفلوس اولا كيصرف عليها اولا كيلبي لها الاحتياجات ديالها المصاريف وزيد وزيد. هنا بدات كتحس بواحد الخطر، بواحد الخلعه، لدرجه ان قالت حتى التبييض ما كانش كيبيض لها. مثلا ديال الدار هامل الدار بالنسبه لوليداتو، مكلف بيهم من الاول حتى الاخر، لكن هي ولا الدار كان هامله لواحد الاهمال اللي هو كبير بزاف. بحال لي زعما بغيتي ها شنو كاين، ما بغيتيشي. المهم ودخلوا في التفاصيل، اذا بغيتي نطلقوا طلاق اتفاقي وزيد وزيد. المهم مشاكل بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالو باش ما تعرفش مرات القصه، حيت هي قالت لي حاول ما نذكرش يعني التفاصيل ديال القصه بزاف. المهم بقات هيدا، هي بقات مسكينه، قالت لي مقابله وليداتها ومحافظه عليهم وكطيب لهم بحال دائما، كيمشيو للمدرسه ويرجعوا يجبروها واجده وتضحك معاهم. كتمشي للبيت ديالها تبكي تمسح الدموع ديالها. هو كيجي في الساعه متاخره ديال الليل، ما كيبقاش كيجي في الوقت وبزاف ديال الحاجات. المهم هي بدات كتبكي وكتمسح دموعها وكتقول كيفاش غنعمل، يعني كأب لوليداتي راه ما نجبرش احسن منه، لكن انا كندوز في واحد الظروف اللي هي قاصحه، وما عنديش شي واحد اللي يصرف عليا، وما تقدرش وما ترضاش انها ترجع عند الوالدين ديالها باش يصرفوا عليها، حيت الظروف ديالهم ماديه ماشي مزيانه، وفي نفس الوقت راجله يعني الظروف ديالو ماديه مزيانه. اذا هز لوليداتها، لكن هي الظروف ديالها بحال اللي كيقولوا ما يعلم بها غير الله. صافي بقات كتهضر مع وليداتها بحال اللي قالت لي انا بحال اللي عندي واحد العلاقه الصحبه مع وليداتي. واحد النهار جاو من المدرسه، هو يقول له واحد ابنه كبير اللي عنده 13 عام، قال له اما عدلتي هاد الحلوى مزيونه. جا هو قال لها علاش ما تبيعاشي؟ بقات كتضحك، قالت له واش مني كيفاش غنبيع الحلوى؟ شكون اللي غيشري من عندي الحلوى؟ حيت هي يعني جبدت معاهم الموضوع ديال الواحد ملي ما كيكونش خدام، ملي ما كيكونش عنده واحد المدخول الدنيا، وهذه وهذه وهذه، يعني بحال اللي كتقول له زعما انا صابره حيت ما عندي لا مدخول لا حتى شي حاجه. المهم وديك الساعه بداو كيضحكوا، قال له علاش لا تقدر تبيعها؟ انا كنشوف مثلا ملي كنمشي مع با القهوه كيدوزوا الناس كيبيعوا الحلوى ولا شي حاجه كتكون الحلوى ديالهم ماشي مزيونه، وكنقول ماما زعما كتعدل الحلوى حسين، ولا ملي كنمشيو شي قهوه شعبيه ولا شي حاجه كياكلوا شي حاجه، هذا الحلوى ديالك زعما فيها اللذه وكثر. المهم قالت لي بحال اللي قالت لي دازت داك الهضره مرور الكرام ودازت، لكن بدات كدور لها في عقلها. قالت بصح انا الحلوى ديالي كلشي كيشكرها، مع هي دائما بحال اللي قالت لي متبعه حليمه الفيلالي والحلويات بالتفاصيل وكتقن، يعني داكشي سبحان الله كيجيها مزيون لا في الزواق لا في هذا، ويعني تبارك الله عليها كل شيء في العائله كيقول باللي هي واعره في الحلويات. هنا شنو عملت؟ هنا طاحت لها هذه الفكره، قالت علاش لا، مع هو ما كانش كيمنع على لا الخروج لا تمشي فيما بغات. صافي هنايا جاتها الفكره، بدات كتعدل الحلوى وفي السخره كيتسخر زعما السخره الوليدات ما ناقصهم حتى شي خير. بدات كتعدل الحلوى وكتديها من البنات،
نتوما كتقولوا محلابه ياك، المهم محلابه ولا ملبانه، كديها وكتقول له اذا بغيتي نجيب لك الحلوى، اذا بغيتي بيعه اللي يتبع هو هذاك. المهم هيدا نتوما عارفين الواحد ملي كيبدا بحال اللي حشمن، صافي بداو شبرات شي 3 وبداو كيشبروا الحلوى. الناس ملي كيقيسوا داك الحلوى كيبداو يرجعوا منها، يرجعوا ليله. دابا مثلا بحال شي واحد هز واحد 2 الحلوى، تشري 2 الحلوات مثلا يشربوا مع العصير، ملي كيذوق داك الطيبه ديالها كتعجبو، كيحس باللي الحلوى مقومه بحال اللي كيقولوا. وهي بحال اللي قالت لي ما كنغشي، قالت لي تقريبا ما عنديش شي ربح، لكن اللي مهم هو ان تحس باللي عندها شي حاجه ما تعطيها. المهم بقات مستمر على هذا الحل هذا، بداو كيدخلوا للفليسات. نتوما عارفين مره يدخل واحد النصيب هذا وعجبها الحال، فتحت الكونت في البنكه وبدات خدامه بهذه الطريقه هذه. حتى لواحد النهار قالت زعما ما كرهها هادشي لو كان يكون عندها واحد المدخول اللي يكون رسمي، يعني حاسه بالامان اكثر، حيتاش الحلوى واخا كتعدلها وداك الشيء وكتعدلها وصراحه كتدخل منها الفلوس، لكن كيبقى دائما داك التماره. المهم هذه فقط عندها فكره، بطبيعه الحال كتدعي دائما ربي يفتح عليها شي باب د الخير. واحد الجاره ديالها كانت كتمشي كتعلم شي حاجه ديال الطارس، شي حاجه هيدا ديال الطارس في شي موقع في شي سونتر، وهي تقول لها اش نقول لك واحد الحاجه، زعما السونتر اللي نتينا كتمشي تتعلم فيه الخياطه، ما كتظنش انهم يبغيو شي وحده تعلم الطبخ. جات هي قالت لها اذا بغيتي نسقسي لك ماشي مشكله، قالت لها سقسيهم لي زعما اذا بغاو نجي نبقى انا نعمل الحصص ديال الطبخ تما ديال الحلويات وديال هذا. المهم هيدا بدات الفكره. جات داك الجاره ديالها قالت لها انتينا اصلا الحلويات ديالك مزيونه، لكن اذا بغيتي شنو رايك تعملي شويه شويه من الحلوى ونديها له يقيسوها، وفي نفس الوقت نقترح عليهم الفكره. وداكشي اللي كان مشات داك عدلت الحلويات، وهذا اللي كتعدل هي دائما واللي مزيونين الزواق ديالهم وكل شيء. ودات هذاك الجاره ديالها عطاتهم هاد الحلوى، قالت لهم هذه واحد الجاره ديالي حقا هي اللي كتعدلها، شنو رايكم تجي تبقى تعمل هنايا الحصص، بنات يتعلموا من عندها، حيت تبارك الله زعما واحد الانسانه محترمه وظريفه وزيد وزيد وزيد. شنو رايكم تجي تعلم؟ عجباتهم، قيسوا الحلوى، عجبتهم الفكره، لما لا انها تجي تعلم، هم يستافدوا وهي تستافد. وداك الشيء اللي كان بدات كتمشي تعلم في السونتر، من السونتر الاولاني مشات للثاني، مشات للثالث، تبارك الله بدات كتوصل حتى ل 9000 درهم في الشهر ديال المدخول ديالها من هاد الثلاثه اللي سونتر. يعني مره واحده في السيمانه كتعملها في هاد السونتر، ومره واحد يعني 3 مرات السيمانه في 3 اللي سونتر. فهمتوا كيفاش؟ دابا التعليم اغلبيه رجع كتعلمي واحد مره في السيمانه، وبدا كيدخل له واحد المدخول شهري اللي هو مزيون، وتبدلات الحياه ديالها وتبدلات النفسيه ديالها. وبحال اللي قالت لي واحد الحاجه مهمه، هذا الشيء هذا سبحان الله عاونه حتى في النظره ديال الراجل ديالها ليلى تبدلت. علاش؟ انا نقول لكم، حيت اول حاجه عفوا رجعت مشغوله، يعني ما بقتش داك الانسانه اللي دائما متوفره دائما هيدا. حاجه اخرى رجعت كتخدم وكتدخل الفلوس، رجعت كتهلا في راسها في اللبس ديالها في حالتها. بطبيعه الحال وليداتها دائما مقابلهم وكل شيء، حيت معظم الوقت كانت كدوزو غير في الصباح، يعني ديك الفتره الصباحيه ملي كيمشي وليداتها المدرسه، هذاك الوقت هو اللي كتقدر تنوض تعدل فيه الحلوى. اصلا كتنوض مع الفجر كتبدا التعديل ديال الحلوى وزيد وزيد. ملي كينوض هو كيجبرها هي كتعدل، هو ما عندوش مشكل انها مثلا تعمل شي حاجه هيدا. يعني كاين الناس اللي ما كيمنعوش، راه تنوبه يقرا قصه اللي عاودتكم داك السيده اللي كيضربها وكل شيء، وما كانش كيمنعها انها تخرج ولا تمشي تخدم ولا شي حاجه، الا هذيك عمره ما يقول لها لا علاش مشيتي ولا علاش جيتي. ما علينا، ما كانش كيقول لها حتى شي حاجه. هنا يتبدلت له الفكره وبدات كتهلا في راسها. هي اللي قالت لي هذا الشيء خرجني من داك الضغط ديال ها هو غيزوج عليا، ها هو غيشوف وحده اخرى، ها ما عرفش اني. قالت لي بعدت على العائله، ما بقاتش داك دخول عندي خرج عندك وقالت وقلتي، وما بقاتش هي كتفكر وداك الشيء. يعني هي تبدلت للحياه ديالها، رجعت واحد الانسانه فرحانه. قالت لي هو بيدك كيبقى كيشوف فيا هيدا كيفاش انا شوف طالب منا الزواج وهذه وهذه وهذه، وهي شو كيفاش فرحانه
وعايشه الحياه ديالها. قالت لي انا ارتحت النفسيه ديالها. علاش؟ اول حاجه بدات كتخدم، بدات كتدخل المدخول، رجع هو كيجي يهضر معاها ويسقسيها ويقول لها شنو هادي. ودابا رجعت كتشبر لي كوموند في رمضان حيتاش تعرفت اكثر واكثر، بداو الناس مثلا كيجيو يتعلموا عندها كلشي، كيعرفها في داك السنتر بانها واحد الانسانه مزيانه ومعقوله وكتعلم من قلبها. وفي نفس الوقت رجعت كتشبر لي كوموند للناس وزيد، وبدات كتخدم معها. حتى داك البنات اللي مثلا كيجيو يتعلموا في السنتر كتخدموا معاها بعض المرات، مثلا كتقول لهم شوفوا انا عندي واحد الكوموند، جوج يجيو يعاونوني وها شنو زعما تعمل معاهم. وعملت لاباج ديالها في الانستغرام وخدمت عليها وكبراتها، يعني تبدلت الحياه ديالها بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. قالت لي منين دخلت في هذا العالم ديال الحلويات وديال هادشي، يعني الفكره ديالها انها تبدلات ورجعت واحد الانسانه طموحه اكثر واكثر، وتبدلوا لها الافكار ديالها مره. قالت لي ما كنتش كنظن ان غيجي واحد الوقت وغنكون انا هيدا، يعني بحال اللي انا واحد الشخص اخر. قالت لي كنت واحد الانسانه بلديه غير الدار والطياب وخمل وعمل 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 وعمل، ما كنتش كنعرف شي حاجه اسمها مدخول ديالك وزيد. قالت لي لكن من دخلت هنا يعني بحال اللي تاقت في نفسها اكثر واكثر وزادت للقدام. والفضل كيرجع للابن ديالها اللي اقترح عليها هاد بانك مثلا عدل الحلوى وبيعها. هنا اللي بغيت نقول لكم هاد القصه ولا العبره اللي من هاد القصه، بعض المرات كيجيونا رسائل على شكل شي عايل يقول لك شي هضره، بنك يقول لك شي حاجه، راجلك يقول لك شي حاجه، صاحبتك، جارتك. لكن حنايا حيتاش ما كيكونوش عيننا مفتوحه على الفرص ما كنستقبلوهمش. بعض الناس كيدوزوا شي لقطات وشي حاجات فعود ما تتبع داك الحاجه، لكن داك الخوف ما كيخليكش انك تزعم وانك تعمل داك الحاجه. اذا العزيمه والاصرار على انك تنجح وانك تبدل من الحياه ديالك راه واحد الحاجه مهمه في الحياه، يعني واحد الحاجه مزيونه انك تزعم وانك تحاول انك تبدل الفكره. وهنايا واحد المثل كنقولوا دائما، اذا قلت لك خرج وشوف مش حير غتشوف ديال داسيا، مثلا داسيا غتخرج وغتقول لي مثلا انا جبرت 6 ولا 10 ولا 20 ولا 30 ياك. اذا جيتي يعني غتكون جبرتي بزاف واحد العدد كبير. وتخيل مثلا دابا نسقسيك نقول لك ما يخرجش اليوم شحال ديال داسيا جبرتيهم في الزنقه، غتقول لي ما نعرف. علاش ما شفتيهمش؟ علاش ما كانوش في بالك؟ لذلك اي فرصه بغيتي تحصل عليها دائما بقى تشوف الشوفه ديال العصفور، حيت الطائر الشوفه ديالو ماشي بحال الشوفه ديالنا. دابا انا كنشوفكم هايده مثلا، نتوما كتشوفوني هايده. الطائر شنو كيشوف من الفوق، يعني كيشوف داكشي كامل، كيشوف فين انا، الدار، الحومه، كل شيء. يعني دائما حاول انك تشوف داك الشوفه ديال العصفور اللي تشوف المحيط ديال كامل باش تقدر تجبر شي فرصه بحال هيدا. هنايا غنكون ساليت معكم هذه القصه، كنتمنى انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. ومولات القصه طلبات منكم الدعوات باش تدعوا معها، وفي نفس الوقت كتقول لكم كتمنى من كل وحده فيكم انها تحقق الحلم ديالها. وهاد القصه هذه دخلت لعندي وعودتها لي باش انكم تتحفزوا، حيتاش بزاف اللي هنايا كيتفرجوا فينا ملي كيشوفوا شي قصه وكيشوفوا التعاليق ديالكم اللي مزيونه كيبغيو يعاودوا القصص ديالهم. وكاينين شي ناس اللي عاودوا لي قصص ديالهم لكن كيقولوا لي لا ما تعاودهمش دابا حتى ننجح ونوصل لداكشي اللي باغا باش نكون عبره لبزاف ديال الناس. وهنايا كنشكركم مره اخرى على حسن المتابعه، والسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.